ردا بقى على التعليقات السلبية اللي بتجيلي على الفيديوهات، في البداية كده انا مؤمن جدا ان احنا المفروض نتقبل التعليقات السلبية ونستفيد منها عشان نطور من نفسنا وما نتضايقش خالص، وخصوصا يعني لو كان نقد بناء. انما في نوعية كده من التعليقات انا بقف قدامها بكون عاجز عن الرد، بتكون تعليقات وجودية ملهاش اي معنى. انا اول ما عملت القناة دي في اول فيديو نزلته جات لي تعليقات من نوعية كلام حلو قوي من قناة ما فيهاش غير مشترك واحد. يا عم كنت نفعت نفسك، ما انت قناتك ما فيهاش مشاهدات. وحقيقي بقعد افكر مع نفسي، هو القناة اللي أنا لسه عاملها دي المفروض يكون عليها مشتركين؟ هل في إعداد معين يخليك تعمل قناة جديدة على اليوتيوب والقناة تنزل بالمشتركين بتوعها؟ طب ما ده أول فيديو على القناة، مطلوب مني إيه أصلا؟ القنوات الكبيرة اللي أنت شايفها دي أول فيديو عملوه كان عليه كام مشاهدة وجالهم كام مشترك، بس مش مشكلة ما ردتش. بس جات لي فترة بعد كده فضلت ثابت فيها على 21 مشترك، مفيش مشاهدات زيادة، مفيش مشتركين جداد، لغاية ما عملت فيديو كنت فاقد الشغف فيه تماما. حتى كنت بصور من المطبخ وقعدت ازعق لليوتيوب اتمنى يعني محدش يشوف الفيديو ده، وجالي تعليق على الفيديو ده واحد قال لي انت شكلك كده بدأت توصل. الصراحة ما كنتش فاهم كلامه ده خالص. ومن بعدها الفيديوهات بدأت تزيد في المشاهدات، المشتركين بدأوا يكتروا، فانا مش عارف التعليق ده الشخص ده مثلا واحد شغال في اليوتيوب عنده قرايب مهمين، الله اعلم. بس النبوءه بدات تتحقق، وبعد ما القناه بدات تتشاف والمشاهدات تعلى والمشتركين يزيدوا، التعليقات بقى اللي كانت بتعايرني بالمشتركين القليلين دول الحمد لله بداوا يزيدوا اكتر من الاول. واحد دخل يقول لي انا ايه اللي يخليني اصدق واحد عنده 400 مشترك؟ مش عاجبينك ال 400 مشترك؟ ده في درع متعلق على الحيطه هنا لما وصلت ل 200 مشترك. ال 400 مشترك اللي مش عاجبينك دول ده المفروض احجز قاعه واوزع بيبسي. الصراحه بالرغم من كده مفيش حاجه وقفتني، لكن بعد كده دخلت مرحله جديده تماما. انا مش بس كان بيجيلي تعليقات سلبيه، انا كمان بقيت تعمل لي فيديوهات اتشتم واتهاجم فيها. وبالرغم يعني ان الفيديوهات اللي انا بتهاجم فيها دي محدش بيتفرج عليها غيري، لكن محدش يقدر ينكر مجهوداته. الراجل برضه بيحاول وبرضه ما شغلتش بالي. لكن بعد كده بدأ يجيلي تعليقات بتقولي وانت يعني بال 500 مشترك اللي عندك طول بتكسب كام؟ ما تورينا كده ارباحك من اليوتيوب. طبعا تعليقات فيها حس فكاهي رهيب جدا. فانت لو بتسألني عن الربح بتاعي من اليوتيوب احب اقول لك اولا كده انا لو بدور عن الربح من اليوتيوب ما كنتش عملت قناه تعليميه. ثانيا لو انا بدور عن الربح من اليوتيوب ما كنتش عملت محتوى بفيد به الناس اصلا، واكيد انتوا فاهميني. الدليل على كده سلسله التقييمات. انا قبل ما ابدا السلسله دي وعلى حسب خبرتي يعني القليله في اليوتيوب وانا عارف ان السلسله دي هتوقع لي ريتش القناه، لان طبيعي محدش هيتفرج على الفيديوهات دي الا الشخص المهتم انه يشوف تقييم قناته. مش منطقي يعني حد يشوف الفيديو ده عنده في الهوم ويخش يتفرج عليه، اكيد حاجه ما تهموش. وانا عارف ان نوعيه الفيديوهات دي ما بتجيبش مشتركين جداد، ده بالاضافه ان في بعض الناس ما كانش بيعجبها التقييم بتاعي فكانت بتعمل ديسلايك للفيديو وتلغي الاشتراك وتمشي. ومع ذلك عملت بدل الفيديو 3 و4 لان التارجت بتاعي هو ان انا افيد الناس حتى لو بمعلومه صغيره. ثالثا بقى وده الاهم، ربح اليوتيوب اللي انت بتتكلم عليه انا الحمد لله بفضل ربنا الدخل بتاعي اكبر منه. انا واحد بشتغل شغلانتين، موظف حكومي بشتغل في مستشفى الصبح وعندي عيادتي الخاصه بالليل. حتى المحتوى بتاعي اللي على اليوتيوب بعمله كده بعد ما بخلص شغلي الساعه 2 بالليل. حتى تلاحظوا الفيديوهات بتاعتي بنزلها الساعه 4 6 الصبح، مش فارق معايا، بعمل فيديوهات كده في اللذيذ مش مستني من وراه حاجه. فانا يعني لو نجحت على اليوتيوب افتكر ان ده مش هيكون اعظم نجاحاتي، فما تشغلش بالك بيا وكفي انت نفسك. لغايه بقى امبارح جالي تعليق بيقول لي كل كلامك اللي انت بتقوله ده غلط، ما تبص قناتك ما فيهاش غير 600 مشترك. انا الصراحه مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس القناه بقت 715. انا مش عارف كنت اجيبها لك ازاي الصراحه، وعارف ان دي حاجه هتضايقك جدا، بس قدر الله ما شاء فعل. اسف بقوا 716. واحب اقول لك يا اللي متوصي بالتعليقات السلبيه عندي، ربنا يكفيك شر واحد مضغوط طول الاسبوع ويجي عليه يوم الجمعه ويبقى قاعد فضيلك. انا ما عنديش مشكله خالص اقلب محتوى القناه كده في ثانيه كوميدي واقعد اتنمر عليك، ده انا بيجي لي اوقات بتجنن فيها، بس انا طيب مش هعمل كده. الفيديو ده بقى انا عامله فيديو ايقوني للقناه، اي حد هيكتب لي تعليقات غريبه كده ملهاش اي معنى هقوم حاطط له لينك الفيديو ده على طول. وانت كمان لو بتجيلك تعليقات سلبيه على القناه بتاعتك اعمل فيديو ايقوني زي اللي انا عملته ده عشان تريح دماغك بعد كده. يلا على البركه.